السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنسوش الدعوة الحلوة منكم لأبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. شايفين بقى العظمة والحلاوة، والشتا يعني بطاطا، بطاطا مشوية، بطاطا مسلوقة، بطاطا بشاميل، بطاطا بالمهلبية. يلا بينا نقول لكم الطريقة بتاعتها الحلوة بتتعمل ازاي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لقيت بتاع البطاطا بقى معدي، نزلت جبت منه ال3 كيلو ب10. بسم الله ما شاء الله، طلعت زي السكر. مسكتها كده حطيتها في الحوض مغسوله زي الفل. نمسك بقى نقشرها كده ونظبطها، نغسلها ونقشرها في نفس الوقت. بصراحة كانت بطاطا زي العسل، طريقتها حلوة وطريقتها سريعة. زهقنا من الشوي في الفرن، قلنا نغير ونعمل صينية كده بالبشاميل، جميلة وحلوة وطلعت جميلة تحفة. تمام، امسك بقى جيبي البطاطا كده حلوة، تختاري بقى اللي زي دي كده، لان الصغيرة مش هتنفع معاكي. طبعا هو ايه، اداني على بعضها. خدت الكبيرة قطعتها، والرفيعة اللي انتوا شفتوها دي غسلتها، هبقى اعملها مسلوقة يوم تاني. ونفس الكيسة بتاعت البطاطا لميت القشر كله فيها وهتترمي في الباسكت. نغسلها كويس قوي مطرح برضو ايدنا، ونخرطها تخريط حلو كده، مكعبات دواير زي ما انت عايزة. المهم ان تتقطع حتت عشان تتحط على النار تتسلق. حاجة حلوة كده، الولاد بيفرحوا بيها، احنا نفسنا بنفرح بيها، وبتبقى حلوة وجميلة كده حاجة مسكرة في البيت. هحط شوية مية، مش هغرقها كلها مية لفوق، لان هي هتتسلق في نفس المية اللي فيها، وعليها شوية سكر حلوين، واسيبها تتسلق. نيجي هنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، ونعمل البشاميل. حطيت حتة زبدة وشوية زيت ودي حطيته بالبركة، بركة ربنا بتدخل، كل حاجة بتبقى زي الفل. واللبن وريته لكم مغلي وزي الفل، مع الدقيق مع الزبدة، وقلبتهم تقليبة حلوة كده، وقمت جايه مزودة اللبن. كل ما احس ان هو عايز لبن بحط لبن تاني. باكو فانيليا يدي ريحة ويدي طعم، شوية سكر. انا مش حابة ان انا اكتر السكر قوي، عشان ما تبقاش دلع، يعني تبقى مسكرة قوي. هنا زي الفل وجميل اهوت، وبقى القوام بتاعه كويس. نقفل عليه. ادم طبعا جاي شايف الكاميرا عمال يعمل باي باي ليكو. تمام، هجيب بقى البطاطا استوت اهي بنفس شويه الميه اللي انا حطيتهم. هجيب الهرسه وهرسها عشان تبقى سهله معايا، بدل المعلقه او الشوكه هتاخد وقت. هرست البطاطس ههرسها بيها وتبقى ناعمه وحلوه، عشان ما تبقاش مكلكعه في قلب الصينيه. معلش انا بعتذر ان الكاميرا وانا بصور ما خدتش بالي ان نصها جاي على التصوير الحله والنص التاني مش باين. هنجيب بقى صينية بايركس او صينية عادية او اي حاجة عندك، مش مشكلة، مش شرط بايركس، اي صينية. البطاطا سلقتها وحطيت عليها شوية سكر حسب مزاجك، انت بتحبها محلية قوي بتكتري، بتحبها نص نص بتحطي السكر على قد فقط لا غير، ما بحطش عليها اكتر من كده. هنزل بالبطاطا كلها في قلب الصينية، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هي سخنة كده، كله سخن في سخن، عشان تدخل الفرن بتاخد وش بس كده احمر بسيط، ونسيبها تبرد، وندخلها الفريزر او التلاجة حسب ما انت مستعجلة. يعني مستعجلة تاكليها سخنة عادي، بتبقى حلوة وجميلة كده بتتاكل. عايزة تدخليها التلاجة لتاني يوم، عايزة تدخلها الفريزر تسقع بسرعة عشان لو مستعجلة، زي ما انت عايزة. هحط كل البطاطا اللي في قلب الحل، ما نسيبش حاجة، لان طبعا عارفين ان الوقت اللي احنا فيه دلوقتي الدنيا غالية جدا، وحتى لو مش غالية حرام ان احنا نرمي اي حاجة، هنتحاسب عليها. فخلاص الحلة فضيت وبقت نضيفة مفيهاش اي حاجة. حطيتها في الحوض اول باول، بشيل حواليا بشيل ورايا عشان الدنيا متتكركبش. بمسك كده اعملها واسويها، واعملها بسوا بعض كده في قلب الصينية، كلها بسوا بعضيها كده في قلب الصينية، واظبطها عشان احط عليها البشاميل. ببقى عارفة مقداري وسايبة مقدار في قلب الصينية اللي انا هحط عليها، سواء مهلبية او بشاميل، بسيب المقدار. ساوت كده بقت زي الفل الحمد لله.
ما تنسونيش من اللايك والشير يا جماعة، اهم حاجة اللايك بيرفع الفيديو وبيخلي الكل يشوفه، يوصل لكم كل حاجة بعملها. وبشكر كل الناس طبعا، كل فيديو ما بنساش ان انا بشكر الناس اللي بتدعمني وبتسيب لي كل كلمة حلوة بتكبر بخاطري، واللي بيعملوا لي لايكات. متشكرة جدا، بشكركم من كل قلبي، من خارج مصر وجوه مصر. متشكرة جدا ليكم. وننزل بالبشاميل، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كده ونوزعه. لو عايزة تاني هحط، لازم يعني مش لازم يبقى البشاميل نفس مقدار البطاطا من تحت يعني، عادي مش كتير. يعني في ناس بتعملها البطاطا القوام بتاعها بيبقى من تحت نفس قوام البشاميل من فوق، بيبقوا زي بعض بالظبط. لا انا عملتها كده بالبركة. والبركة لما بتحضر في البيت وبتسمي الله وتقولي على البركة، ربنا بيحسن ما بين ايديك وتطلع كل حاجة جميلة. بصوا بسم الله ما شاء الله، بطاطا اعلى من البشاميل اللي محطوط. البشاميل حاجة بسيطة، بيدي برضو ايه شكل وطعم حلو. تمام. هنحطها بس تحت الشوايه لان معاكي البطاطا مستويه، لكن البشاميل هو اللي عايز ياخد بس ايه وش. بصوا بقى بتبكبك، والطعامه والجمال كده تحفه. بصوا الطعامه بسم الله ما شاء الله، خدت وش بس بسيط كده، حبيتش احمرها قوي معاكم. يا رب تكون عجبتكم، يكون الفيديو خفيف عليكم، ودايما كده افيدكم وتفيدوني. واشوفكم على خير، فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ نشوى الخطيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.